ولكن مباراة تنزانيا ستختلف تماما في فكر وليد على المباريات اللاحقة، لأنه في ظل غياب أناحي يعني في آخر يوم قبل المباراة، الآن عنده متسع من الوقت باش يحضر الأسلحة تاعو والأدوات تاعو اللي غيستعملها في المباراة المقبلة، لأن الخصم المقبل مختلف تماما على تنزانيا، وبالتالي حقيقة أخرى للتباري. تنظن بأن وليد الطاقم تاعو عندهم جميع الكفاءات باش يجهزوا المنتخب والمجموعة إن شاء الله قادرة على أنها تحقق الحلم. لأن اسمح لي، لأنه شفنا وليد كيف جمع اللاعبين تاعو آخر مباراة قبل آخر مباراة. هناك تتكون رسائل في تحديد الخطاب، تحديد الأهداف والحلم اللي مازال تيراودنا، ثم الفعالية تاع المجموعة.